ترند الترندات ولا ام خالد. سيبك من ام خالد شويه، عمرك سالت نفسك يعني ايه ترند ومين اللي بيعمله اصلا وليه بيجي لك دايما احساس انك لازم تبقى جزء منه؟ خليني اوضح لك وافهمك الموضوع. كلمه ترند اصلا في الاساس جايه من كلمه انجليزيه اسمها ترند، ودي معناها الاصلي اتجاه عام او ان حاجه ماشيه مع التيار. زمان وقبل السوشيال ميديا كنا بنوصف اي نمط في المجتمع بنقول عليها موضه لبس، نوع موسيقى جديد، سلوك اجتماعي. لكن بعد ما ظهرت السوشيال ميديا الكلمه دي بقت حاجه تانية خالص. انا من وجهه نظري بسميها لحظه انفجار جماعي. كل الناس بتسمع نفس الاغنيه وبتتكلم بنفس الطريقه وبتلبس نفس اللبس، وده هينقلنا لسؤال مهم جدا: هي ليه اصلا الترندات بتاثر فينا؟ لان الترندات بتشتغل على غريزتين قويين جدا، وهي حب الانتماء والخوف او الفومو، وهي الفير اوف ميثينج اوت. اول حاجه حب الانتماء، اللي هو انا عايز احس اني زي الناس دي، هسمع التراك ده واعمل عليه ليب سينك على تيك توك، هعمل ستايل فيديو معين على الانستجرام لسه نازل جديد، فبتحس ان انت لازم تعمل زيهم بس انت مش عارف المفروض ده هتعمل بيه ايه. اما الخوف بقى اللي هو الفومو، وهو الخوف من انك تفوت حاجه مهمه او تحس انك هتتاخر لو انت ما عملتش معاهم الترند ده، فيخليك تضطر تدخل جوه الترند علشان تبقى مواكب الويف او الموجه اللي حاصله دلوقتي. وده بقى هينقلنا لسؤال تاني مهم جدا: هو اصلا الترند ده مين بيعمله؟ في 3 مصادر رئيسيه هم دولت اللي بيخلوا في حاجه اسمها اصلا ترند. المنصه نفسها زي فيسبوك او تيك توك او انستجرام او يوتيوب، وده عن طريق ان الخوارزميات او الالجوريزم بيخلي الفيديو او البوست او الحدث ده يجو فايرال، او من عن طريق الانفلونسرز الكبار، ان حد معروف يبدا في ترند او يلبس ستايل معين او حد يعمل ستايل معين. لا مش هجيب سيره هاديه غالب، لا، فالناس كلها تبدا تلبس نفس الستايل ده. او تالت مصدر بيكون موجود اللي هو من خلال الشركات او حد عنده بزنس فبيعمل ترند عشان يخدم البزنس بتاعه، برده مش هنجيب سيره بلبن. فصاحب البزنس ده بيعمل الترند عشان خاطر يعلي المبيعات بتاعته او يعمل هايب حوالين البرودكت بتاعه ويخلي الناس بقى اللي ما جربتش تجرب. بس دايما الموضوع مش بيمشي في الاتجاه المظبوط. الاهم بقى من كل ده، هل الترند اصلا دايما ده بيبقى مفيد؟ خليني اجاوبك بشكل مختلف. اوقات الترند ممكن يكون بيخدمك، خصوصا لو داخل في الترند ده بدري، او انت لسه بادئ الترند بتاعك، او انت لسه في اول الويف بتاعت الترند. اما بقى في عالم البيزنس ممكن يزق معاك المبيعات زي ما انا قلت لك، بس في نفس الوقت هو ممكن يضرك لو مش هيناسب الايدنتيتي بتاعتك او المسج او الاوبجكتيف اللي انت محتاجه اصلا من دخولك عالم الماركتنج. في بقى ترند اللي هي اساسا الالجوريزم كل المنصات بتشتغل عليه، اللي هو الترند بتاع الانجيجمنت، التفاعل. اي حاجه فيها تفاعل، اي حاجه فيها شد وجذب، اي حاجه فيها مش عايزين نقول مشاكل بتخلق جدال، دي اوتوماتيك الالجوريزم بيخليها تجو فايرال في كلمه الا كلمه. سواء بقى حد اتجوز وانفصل، سواء حد عنده مشكله، ده اللي الناس بتساهم فيه وهي المصدر الحقيقي انها تخلق الترند ده. فلو عايز تعرف اكتر ازاي تمشي ورا الترند او ان انت تعمل ترند وامتى تخلي نفسك ترند، تابع الفيديوز بتاعتي عشان اللي جاي هيخليك تأثر مش تتأثر.